يلا بينا نعمل أكلة سهلة وحرشة، كله في طاسة واحدة. منتهى السهولة، هنعمل طاسة كبد وقوانص بالطشة. أكلة كده من غير مواعين، كله في طاسة واحدة وفي منتهى السهولة. يلا بينا نخش على طول على الوصفة بتاعتنا. أنا معايا طاسة سخنة فيها حوالي معلقتين من الزيت. هنزل الأول بالقوانص بتاعتي، أنا غسلاها ومنضفاها بليمون وخل وزي الفل معايا. هديها تشويحة كده لحد ما تغير لونها زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها الكبده على طول. انا مش هستنى، انا عارفه ان القوانص بتاخد سوا عن الكبده، بس انا هسويها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انا بس عايزه اضيع الزفاره بتاعه الكبده، فهدي تشويحه لحد ما الكبده لونها كلها يتغير وتاخد تشويحه كويسه قوي. وكل ده على نار عاليه، انا مش ههدي النار خالص، انا مش عايزه انزل ميه الكبد ولا القوانص. وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الفلفل الاسود عشان الزفاره، ومعلقه صغيره من البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني او البهارات المشكله اللي عندك حطيه. وهشوح الكلام ده كله حلو قوي قوي قوي. وهنزل عليه ببصلايه صغيره مبشوره عشان ادي طعم حلو الكبد والقوانص، وكمان الزفاره هتروح وهتدي طعم حلو وتست جميل قوي. وهفضل اشوح الكلام ده مع بعضه حلو. وبعد كده هنزل عليهم بشويه من البصل القوارمه، بصل صغير كده، حابه تضيفيه تمام، مش حابه بلاش خالص. بس عايزه اقولك هو بيبقى طعم جدا بعد التسويه، حلو خالص، وبقى شارب بقى من طعم كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي، فبيدي طعم حلو قوي في الاخر. وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من الثوم، وهدي تشويحه تمام لحد ما يطلع ريحه الثوم. بمنتهى السهوله، اكله سهله وما بتاخدش اي وقت، والله بجد ما خدتش كلها على بعضها اكتر من نص ساعه. وهحط عليها كوبايه من الميه صغيره وهسيبها تكمل سوا على نار متوسطه. هجيب بقى، عايزه اعمل الطشه بتاعتي، هجيب في الهون معلقه كويسه من الثوم، وفلفل احمر حار او بارد زي ما انت عايزه، وحزمه من الكزبره، وملح وكزبره ناشفه. وهدق الكلام الحلو ده مع بعضه. الريحه في المطبخ بقى هتكون بتجوع. هجيب طاسه بقى واحط فيها معلقتين من الزيت، وهنزل بيها بالطشه بتاعتي. هكون الكبده اتشربت الميه اللي فيها واستوت كويس قوي. اشوح الطشه دي، انا مش عايزه احمرها، انا عايزه بس اطلع الروايح الحلوه دي. المطبخ والله هتلاقي ريحته بجد بجد اكله بتجوع. بس هروح بقى، الكبده هي اتشربت، هنزل عليها بنص معلقه من البابريكا، وكمون، ده كان اخر الكمون، والملح. حطي بقى، وعايز تحطي شطه يا سلام بقى. بس وهشوح الكلام ده كله بسرعه بسرعه كده، وهنزل عليهم بفلفل الوان، فلفل حار اللي عندك حطي. وطبعا الفلفل الحار بيفرق، بيخلي طعمها حلو قوي. وهشوح بسرعه كده، انا مش عايزه الفلفل يتهري، انا عايزاه يفضل فيه قرمشه كده. وهنزل عليهم بالطشه وهقلب بقى، وبألف هنا. اكله حلوه وحرشه وكله في مكان واحد. شايفين جمالها؟ مع العيش تنفع، مع شويه مكرونه تنفع، تحمري جنبيهم شويه بطاطس. شويه الصوص دول والبصل القوارمه طعمهم فوق الخيال. وبألف هنا.